السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأبطال وأشاوس الجاهزية في كل مكان، وتحية بالأخص لأبطال وأشاوس الجاهزية في كردفان وفي محور الفاشر. تحية لكم يا أبطال، وألف مبروك الانتصارات والتقدمات الكبيرة جدا جدا، والانتصارات اللي اتحققت خصوصا في القعود، وحققتوا فيها انتصار كبير جدا جدا بالوصول إلى كبار المجرمين من الجماعات الإرهابية المتطرفة وألغيتوهم حتفهم. ألف مبروك يا أشاوس ويا أبطال، تحياتنا لكم. وأيضا ناس الفاشر برضو تقدمات كبيرة جدا جدا واستبسالات وتضحيات عالية، رغم الحفر والأمور المتعسرة اللي قاموا بها العصابة من حفر وكسير للطرق، والمهم الأمور بتاعت الفيران دي. تحياتنا لكم وانتصارات كبيرة، دي حاجة لا يمكن السكوت عليها، وإنما الفرحة المستمرة والانتصارات الدائمة تعودنا عليها من قوات الدعم السريع في كل المحاور، من النيل الأزرق ومن كردفان لدارفور، وسابقا في كل تحركاتها في النيل الأزرق، في في سنار، خرطوم، الجزيرة، غيرها. كل الجاهزية هي دائما منتصرة. تحية لكم يا أبطال ويا شاوس ولقدام. الفترة دي برضو هناك إعلام بتاع تضليل بيقوموا به الفلول بعد فشلوا في معاركهم من تدمير لهم لحقتهم الهزائم الكبيرة في كردفان تحديدا، وبالتالي الآن بينفخوا في العصابة المجرمة، عصابة الحركات المرتزقة، هؤلاء الجبناء الضعفاء، بينفخوا فيهم إعلاميا لأنهم ناس خاويين جدا، وبالتالي عندهم نقطة بتاع الدونية، الحاجة دي مخليهم إنه يستجيبوا للإعلام بتاع الفلول زي ما ساقوهم الفترة اللي فاتت، الفاشر شنب الأسد والفاشر لن تقاتل وحدها والكلام الكثير اللي كلكم سمعتوه. في الأخير قالوا ناس قالوا الحركات تمشي يتحرروا الفاشر وكده. الآن هم مضغوطين ومعصورين جدا جدا، وبالتالي انهزموا هزائم كبيرة في القعود وفي محاور شمال كردفان تحديدا. دك شديد، فجر نظيف، شغل تمام. الأبطال وشبكة الجاهزية دي نقول أدبوهم تأديب ما له مثيل، والحاجة دي خلتهم الآن يشتغلوا إعلام بشكل كبير، إنه يدعموا المشتركة. يقول لك هو المشتركة هي مرتزقة، لا مشتركة في شنو أصلا يعني. كل الكتائب المرتزقة والإرهابيين المجرمين دول حاولوا يضغطوا إعلاميا على أساس إنه المشتركة هي كبدة الدعم السريع، أو هي ممكن تحارب في الحرب المفتوحة. طبعا ده كله كلام فارغ، ما في حاجة اسمها الحرب المفتوحة والحرب المقفولة. ما أنت خلاص شايل السلاح وقاعد تحارب. شنو يعني الحرب المفتوحة؟ ما هو في النهاية في إنسان بيموت فيها وفي زول بيتعوق. داير لها دي حرب بتعرفها الحركات ولا بيعرفها الدعم السريع وأنت ما داير يعني تواجهها؟ أنت ذاتك كلام كثير على العموم، أنا ما داير أخش في التفاصيل بتاعته، لكن دي سواقة بالخلا ماشي لهؤلاء المرتزقة الجبناء الأغبياء دي. طبعا حيكونوا هم محرقة، ودي نهايتهم بالمناسبة، دي نهايتهم. حد لا يصلوا لسلطة في بورسودان، وأصلا بورسودان موضوعها حينتهي. ده شغل تكتيكي جاي. وبالنسبة الفاشر ده موضوع انتهى يا جماعة. بالنسبة لموضوع الفاشر ده موضوع يتحسم عسكريا، بيتحسم وحتندك دك عمرهم ما شافوا، وحيتدمر بما فيها القيادة بتاعتهم ذاته، حيموتوا في الفرق بتاعتهم دي، ما في مساحة بتاعت هروب. فبالتالي هم بقاتلوا في حالة بتاعت انتحار، ونحن حندقهم، وده الشيء الماشي. يفجغوهم بس ويتم تدميرهم تماما، زي ما هم دخلوا الحرب دي وعملوا فيها كل الممكن. الآن بيحاولوا يسوقوا الناس بالخلا، والاعلام بتاع الحركه الاسلاميه الارهابيه بيحاول يضغط على اساس يرفع من قيمه الناس ديل ويسلحوا ويعمل عشان في النهايه يموتوا بالمجال، لانهم اصلا ناس عبده بتاعين مال، وناس ما عندهم قضيه، وناس مرتزقه ساكته. فبالتالي دارين ينفخوهم اعلاميا على اساس يجوا يقاتلوا، لكن احنا لهم بالمرصاد في كل الاماكن وفي كل المحاور. عيون الجاهزيه دي مفتحه وحتصطادم في كل مكان، وما بتقدروا للفاشر. الفاشر ده موضوع يتحسم، الفاشر ده تاني ما في حاجه اسمها تحرير الفاشر. انت حرر نفسك من القيود بتاعت العصابه الاجراميه لسه ماسكاك دي. انت ما قادر تتحرك، قاعد تحمي قاعد في الشماليه هناك، وقاعد في نهر النيل عشان تدافع عن اسيادك يا جبان. انت بتتكلم عن فاشر، فاشر ذاته عندك بقى شنو؟ فاشر ما عندك بقى اي علاقه، انت عباره عن عصابه جيت في ظروف استثنائيه جدا، ودار تستغل الظرف انك تكون الفاشر حقتك وتتملك الفاشر. عندها اهله من ناحيه اجتماعيه، وهي قضية في إطارها السياسي. أنت ما عندك فيها أي حاجة، أنت دمرت الفاشر، وأنت دخلت الفاشر في الحرب، وأنت نزحت أهل الفاشر
إذا كان من 2003 وإذا كان في 2025. أنت كل اللي بتقوم به أو أقصد 2024 23 بدخولك الحرب، أنك عبارة عن مجرم مرتزق رخيص ذليل بتتاجر بأهلك. ولكن الموضوع ده اتجاوزناه تماما. احنا الآن قضيتنا قضية بتاعت وطن. العقلية القبلية اللي انت ساعي فيها على مر التاريخ وبتحاول بتحشد بها دي زمان انتهى. ولو حشدت بها برضو عندنا زيادة عن ما تتوقع ذاته. الدايرو ده كان احنا معاك، لكن تاني انت ما عندك وجود. الكلام ده بقصد به من ناي وبقصد به جبريل. المجرمين ديل بالذات هم عاملين فيها الفايدة تقول حقت ابوهم، ما عندهم علاقة بالفاشل، قلة ادب ساكت. طيب بالنسبة للفلول يا شباب، وداخل الناس في زي ما قلت جديع كده بالحجار بجاي وبجاي في اعلام الفلول اللي بيحاولوا يصطادوا به بعض القضايا اللي بتكون في الدعم السريع. برضو يا شباب الناس تنتبه ان احنا في مرحله بتاع التحرير بشكل كبير جدا جدا. هناك هفوات، هناك ناس خاطينهم طوابير، هناك كلام كثير. ناس مندسين اذا كانوا مواطنين ولا ناس ملبسينهم الكاكي بتاع الدعم السريع، يعني بتطلع اصوات غريبه شويه وبتحاول تخلق حاله بتاعت فتنه. كل ما انت ما تتقدم هم دايرين يحاولوا يجروك للورا، وانك ما تقدر تمشي عشان تقعد تعالج لك في قضايا قبليه، قضايا اهليه، قضايا بتاعت نواقص هنا وهناك. ونحن قضيتنا كبيره، قضيتنا بتاع الدوله وعيننا لقدام. دي تفاتيف بيصنعها العدو، واذا انت بجهل منك او بدون جهل انت قاعد تقوم بها. فالناس تنتبه، الناس ما تنجرأ. نحن في مرحله الان حسمنا كل الفوضى، و90% من الفوضى اللي كانت الان اتحسمت. تدريبات عسكريه شغاله بشكل جيد، قوات بيتم اعدادها وتاهيلها بشكل منضبط، ودي حاجه ممتازه جدا. بالاضافه لذلك الترتيب الاستراتيجي والعسكري برضه بشكل افضل من العشوائيه الفتره اللي فاتت. فبالتالي نحن ما تبقى لنا غير البقع بسيطه، والان الهزائم كبيره انتم شايفينها للفلول دل. فالحاجه دي مخلياهم يستعجلوا يصنعوا اي ازمات في اقليم دارفور او كردفان او اي مكان تتوقعوا في النيل الازرق او اي اتجاه اخر، عشان يحاول يعني يلفت انتباهك بدل القضيه الاساسيه اللي انت مفترض تحارب من اجلها وتستمر فيها بشكل واضح. فالحته دي بالنسبه لاخواننا الناس اللي في الاعلام، الناس الناشطين انتبهوا لها تماما، لانه في شغل قاعد يتم خلف الكواليس لكل عمليه بتاع التقدم للدعم السريع، والحاجه دي ملاحظه من بدايه الحرب الى اليوم. وما نزيد في هذا الفيديو، وتحياتنا لكم ولكل الشباب، والف مبروك الانتصارات ان شاء الله، منتصرين ومكملين في النصر الى ان تحرير الوطن بصوره كامله. تحياتي.